قبل ما أبدأ الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي على القناة هي طاقة زمنية مفتوحة تقدر تشوفها وتسمعها في أي وقت، ملهاش علاقة أبدا بوقت تنزيل الفيديو ده مفهوش اختيارات ولا حروف ولا أحجار. الفيديو رسالة مباشرة ليك علشان تقدر تتأكد إن كان الفيديو ده ليك فعلا ولا لأ. أنا هقولك الطاقة بتاعتك. أول حاجة، اليوم معاك هيبدأ نوعا ما بعدم الوضوح. ممكن لبعضكم يبقى عنده شوية حيرة تجاه أمرين أو شخصين أو فرصتين مثلا في العمل. في كمان أفكار كتيرة جدا عندك عاملالك تشتت وعاملالك عدم وضوح. هيبقى عندك شوية مخاوف وقلق من خسارة شخص أو فرصة، والبعضكم هيبقى خايف شوية على حد غالي عليه. بس عايزة أقولك إن كل دي مخاوف ملهاش أي أساس من الصحة، كلها مجرد أوهام، أو بمعنى أصح ممكن نقول وساوس شيطانية. كمان انت عندك احساس باليأس، وممكن يكون عندك ضيقة مالية او فقر في الافكار الابداعية. يعني مش بالضرورة تكون الازمة اللي عندك بس في الفلوس، لكن الخبر السعيد ان طاقتك هتتغير خلال اليوم 180 درجة، وده عن طريق صحوة جواك. مش بالضرورة تكون صحوة روحية بقى او الكلام الكبير ده، لا، ممكن تكون مجرد يعني ايه، يجيلك مثلا لحظات من الوضوح، يجيلك نشاط، يجيلك مثلا فكرة، تحس بالحماس اتجاهها جدا وتحس ان انت عجباك قوي وتقوم تنفذها، او مثلا حل المشكلة. المهم ان انت هتقرر انك تخرج من الحالة دي ونفسيتك هتتحسن بشكل ملحوظ جدا. بالنسبة بقى للطاقة العاطفية بتاعتك، اول ما جيت اقرا الطاقة العاطفية سمعت كلمة عودة خائن. مش بالضرورة تكون الخيانة بالمعنى المعروف، ممكن تكون مثلا انه سابك فجأة او تخلى عن وعد معين اتجاهك. يعني الخيانة ليها صور كتير. بالنسبة للمنفصلين انا شايفة انه في نهاية لفراق وبداية جديدة وعودة حميمية ورومانسية، والبداية دي بتحمل حب كبير جدا من الشخص القادم ليك، وعلى فكرة هو صادق جدا في مشاعره. شايفة كمان اعتذار ليك وتقديم عرض بالزواج لو مناسب ليكم الزواج. بالنسبة بقى للعزاب اللي ما عندهمش حد من الماضي، فانت عشت فترة طويلة جدا بدون علاقة، وكنت حاسس طول الوقت بالوحدة والفشل في العلاقات، مجال العلاقات بالذات يعني، وانك مش لاقي الشخص المناسب. احب ابشرك انه جايلك شخص، وبنسبة كبيرة جدا للي بيسمعني هيكون عريس، مش مجرد علاقة عاطفية وخلاص. الشخص ده رائع جدا، طيب، حنين، واهم حاجة ان هو هيكون مكافئ ليك بدرجة كبيرة جدا. بالنسبة بقى لطاقة العمل، انا شايفة حماس اتجاه شغلك والتزام. يعني ممكن تكون اصلا انت شخص من النوع اللي بيسوف مثلا او بيأجل وكده، بس هتتفاجئ ان انت عندك التزام وحكمة عالية جدا في شغلك وفي ادارة شغلك. هتحصل كمان على دعم من مؤسسة رسمية، او ممكن شخص معين هيدعمك، او مثلا هيجيلك دعم او طاقة دعم الهية. المهم ان انا شايفة فيه طاقة دعم جايالك ايا كان بقى من ايه. كمان لو ما عندكش وظيفة، انت هتقرر او هيجيلك فكرة مشروع حاساه اكتر هيكون ليه علاقة بالتدريس، بالنصح، بالارشاد، او مثلا ممكن تكون وظيفة حكومية، وهتبقى مبسوط فيها جدا وحاسس بانسجام وشغف عالي جدا اتجاه الوظيفة دي او الفكرة دي. كمان عايزة اقولك، لو عندك اي ورق منتظر الموافقة عليه رسميا او ترقية مثلا معينة، ففرصتك كبيرة قوي النهاردة ان انت تحصل على الامر ده. فانت عموما طاقة العمل بالنسبة لك هيبقى فيها احساس بالفخر، وهتبقى حاسس ان انت مبسوط قوي بالنتائج اللي حققتها، وهتكون حاسس بالرضا والسعادة اتجاه شغلك او العمل بشكل عام. في نصيحة جاية لك مهمة قوي، بيقولك ان انت لو عندك اي هدف او حلم مثلا وحاسس ان انت شايفه مستحيل، في النهاردة عندك فرصة كبيرة قوي ان انت تحققه، او انك تمشي اول خطوة فيه حتى لو مجرد الدعاء. يعني انت لو دعيت باللي انت عايزه ده النهاردة، ان شاء الله في فرصة كبيرة قوي ان انت تستجاب لك الدعوة دي. اهم حاجة بس ان انت تآمن بجد من قلبك انه مفيش حاجة مستحيلة. كمان الرسائل بتشجعك انك تاخد اول خطوة اتجاه احلامك وتكون قوي، وما تسمحش للايجو انه يقف في طريقك.
والإيجو هنا معناه الغرور، الكسل، التسويف، الخوف. ممكن يبقى الخوف من الفشل أو عدم الإيمان بالله أو بنفسك أو بأحلامك، أو مثلا تحس إن اللي انت بتعمله ده يعني مش كفاية، أو مثلا انت أكبر من كده. يعني الحاجات اللي زي كده ما تخليهاش تقف في طريقك. يعني رسالة مباشرة بتقولك لا تدع الغرور يقف في طريقك. وزي ما بقولكم الغرور أو الإيجو بيشمل مشاعر كتير، مش بس الغرور بالمعنى العام اللي احنا عارفينه. فبس دي كل حاجة، أشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة.